واحد فينا عنده طموح شخصي نفسه يحققه، سواء في حياته الشخصية أو في حياته العملية. لكن بطل حكايتنا النهاردة ما خدش حظه من اسمه أي حاجة، لأنه كل ما يحاول يوصل لقمة الجبل ويبقى فعلا أبو جبل اسم على مسمى، يقع على جدور رقبته. دعونا لشامبيون. كنا نستحق الفوز بالبطولة. بالنسبة لي الجائزة دي ملهاش أي ما موضوع صعب علينا. كان حلمنا ناخد البطولة، بس الحمد لله الحمد لله ربنا كريم. البداية كانت مع كأس أفريقيا بالكاميرون 2021. المنتخب المصري بقيادة البرتغالي كيروش بيستدعي لحراسة المرمى 3 حراس بناء على تعليمات مدرب الحراس ساعتها عصام الحضري، اللي استدعى وقتها محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمود جاد. المنتخب بدايته مش أحسن حاجة، وبتختم بإصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي. عشان جماهير الكرة المصرية تلاقي نفسها قدام أبو جبل حارس بديل وكله حاطط إيده على قلبه. ما هم مش ناسيين القضية، ولكن أبو جبل بيتألق وبيكون سبب وصول مصر للنهائي اللي ما كانش لينا حظ وقتها في الفوز بالبطولة، وخسرنا بضربات الجزاء. يحصل معاه اتصالات من النصر السعودي وخلاص يمضي العقود، لكن وهو على سلم الطيارة النصر بيتعاقد مع الحارس العالمي أوسبينا وبيلغي فكرة التعاقد مع أبو جبل. ووقتها باب الزمالك اتقفل في وش أبو جبل وما باش قدامه إلا البنك الأهلي. وتاني مرة في بطولة أفريقيا السنة دي في كوت ديفوار، أبو جبل يحصل له نفس الموقف مع نفس الأشخاص تقريبا. الشناوي يتصاب وأبو جبل يقف جول قبل الماتش. شوبير يعلن ان ابو جبل راح الاهلي. المنتخب يتغلب بالليل، فالاهلي ينسحب من الصفقه بعد ما محمد هاني قال لابو جبل كولر مستنيك في التتش يوم 6 فبراير ما تتاخرش، عشان يصحى ابو جبل على نفس الكابوس زي ما يكون هو احمد حلمي في فيلم الف مبروك. انا تعبت بجد، انا تعبت. انت متخيل ان ابو جبل حاليا بيفكر في الاعتزال النهائي للكرة بسبب الحالة النفسية السيئة اللي بيمر بيها، وبسبب حالة الاكتئاب اللي وصل لها، وبسبب ضياع حلمه لتاني مرة بنفس السيناريو. محمد أبو جبل حارس مرمى منتخبنا الوطني يفكر جديا في اعتزال كرة القدم. أشكر كل الناس اللي بتنتقدني، كل الناس اللي بتنتقدني. في النهاية قول لنا رأيك، هل أبو جبل منحوس فعلا ولا ربنا أكيد شايل له حاجة أحسن؟ قول لنا رأيك في التعليقات. لو حصل وعايزة إجابة قاطعة حاسمة، ممكن نشوفك في النادي الأهلي؟ ما اعتقدش.